السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في اول فيديو من مامي كرافتس. بما انه اول فيديو فحبيت ان احنا نبدأ من البداية خالص بان احنا نعمل سلسلة تعلم كروشيه للمبتدئين. هنبدأ من الصفر خالص ومن البداية، حتى لو ما عندكيش ادنى فكرة ايه هو الكروشيه اصلا تقدري تبدأي معانا بإذن الله. من الحاجات بقى اللي هتشجعك جدا انك تتعلمي معانا الكروشيه هو ان الادوات بتاعته مش صعبة ومش معقدة خالص، بالعكس ادواته سهلة جدا جدا ومتاحة وموجودة حوالينا في كل مكان. يلا بسم الله نبدأ ونشوف هنحتاج ايه عشان نشتغل كروشيه. عشان نتعلم كروشيه هنحتاج 3 حاجات. هنروح عند اي محل خردوات او محل خيوط وهنجيب شلة خيط وإبرة كروشيه ومقص، وخلاص يبقى احنا كده جاهزين ان احنا نبدأ نتعلم كروشيه. طبعا احنا في الاول بنتعلم كل الغرز الاساسية اللي قايم عليها كل شغل الكروشيه اصلا. بعد كده لما بتقابلنا في اي باترون او في اي قطع عايزين نشتغلها غرز مختلفة، بتبقى هي عبارة عن الغرز الاساسية اللي احنا اتعلمناها دي، بس بتبقى بترتيبات واوضاع مختلفة بتدي شكل مختلف للغرزة. الخيوط كل ما كان الخيط سمكه كويس او سميك نوعا ما، كل ما كان اريح لينا في بداية تعلمنا، لان احنا في البداية محتاجين ان الغرز تكون واضحة قدامنا وباينة، فهنحاول نختار نبعد تماما عن الخيوط الرفيعة ونحاول نجيب الخيوط اللي هي السميكة نوعا ما. وطبعا في اختيار الالوان برضو هنختار الالوان، ما نحاولش ان احنا نجيب الالوان الفاتحة قوي، يعني مش ابيض او اوف وايت، ومش هنجيب برضو الالوان الغامقه الاسود او الكحلي، لان في الحالتين هتكون ممكن الغرز اشكالها تختلط علينا. تمام، هنحاول نجيب الالوان الصريحه او الالوان الحياديه اللي نبقى شايفين الغرز فيها واحنا شغالين. الخيط ده اسمه كارتبو كوزي وول، وهو كسمك، وبرضو اللون ده هيبقى كويس جدا لو احنا بدأنا نتعلم عليه، لانه هنبقى شايفين الغرز كويس. في من نفس سمك الكارتبو عندنا الأليز سوبر لانا ماكسي، ده من نفس سمك الكارتبو، يبقى كويس جدا برضو في بداية التعلم، واللون الكشمير هيبقى حلو باين وواضح. في كمان نوع تالت اسمه هيمالايا سنو، هو برضو من نفس سمكهم، هيبقوا التلاتة دول كويسين جدا لو بدأنا نتعلم عليهم. طيب لو احنا مش هنجيب دول او مش عايزين الخيط السميك، فممكن نجيب خيط يكون ارفع شوية زي ده كده، النوع ده طبعا متوفر جدا وموجود، اسمه هيمالايا everyday super lux. ممكن نجيبه، هو كويس برضو كسمك ان احنا ينفع نتعلم عليه لو حابين نجيب خيط يكون ارفع شوية. بالنسبة للإبرة، فلو قررنا نجيب الخيط السميك هنجيب معاه إبرة 6 أو 6.5، ولو جبنا الخيط الأرفع شوية هنجيب معاه إبرة 4 أو 4.5. غالبا هتلاقوا النوعين دول هم أكتر نوعين متوفرين في كل المحلات، الإبر الألمنيوم والإبر السيليكون. طب هنعرف مقاسها ازاي؟ مقاس الإبر الكروشيه بيبقى مكتوب عليها، بتتقاس بالمليمتر، ومثلا الإبر الألمنيوم هتلاقوا فيها جزء فلات في النص بيبقى مكتوب عليه المقاس زي ما احنا شايفين كده، دي مقاس 6.5 مليمتر. والإبر السيليكون هي بتبقى من فوق معدن، الإيد بتاعتها بس اللي بتبقى رابر أو سيليكون عشان تبقى أريح وأنا ماسكاها، والمقاس بتاعها بيبقى مكتوب تحت هنا كده، دي مقاس 2 مليمتر. دلوقتي هنعرف ازاي هنمسك الإبرة. الإبرة ليها أكتر من ماسكة، وطبعا كل واحد بيختار الماسكة اللي بتكون أريح ليه في الشغل. فأول حاجة تبقى اسمها ماسكة السكينة، وهو إني بحط الوسطى والإبهام على الجزء الفلات اللي في النص اللي احنا قلنا عليه ده، تمام. والسبابة بيبقى ساند بس من فوق كده، بيساعدني برضو في وانا بدخل الهوك في الغرز وكده، تمام. الماسكه دي اسمها ماسكه السكينه لان هي شبه وانا بمسك الكازلك بتاع الاكل، تمام. بتبقى بالشكل ده كده، تبقى كل صوابعي ماسكه، والابهام والوسطى ساندين على الجزء الفلات، والسبابه بيبقى من فوق هنا كده. تاني ماسكه بتبقى اسمها ماسكه القلم، وهي اني بيمسكوها بالطريقه دي كده كده، ماشي. في بيمسكوها بالصباعين دول كده، ماشي، وفي بالصباعين دول، وبيبقى السبابة زي
زي الماسكه الاولانيه بيبقى ايه فوق كده. فكل واحد بيختار الماسكه اللي بتكون اريح ليه. الخيط اول حاجه مبدئيا بيبقى طرف الخيط القصير بيبقى ناحيه اليمين، والشله وباقي الخيط اللي انا بسحب منه بيبقى ناحيه ايدي الشمال زي ما اتفقنا. بنمسك الخيط على ايدينا كده بالطريقه دي. الصابع السبابه بيبقى مرفوع شويه كده والخيط لافف من عليه او جاي من فوقه. الصابع الصغير واللي قبله بيبقوا قافلين على الخيط من تحت او ساندين الخيط كده من تحت، وبيبقوا بيتحكموا لي في كميه الخيط اللي انا بسحبه طول ما انا شغاله من الشله. يعني طول ما انا شغاله بيبقى الخيط عماله اسحب خيط كده، هما بيتحكموا لي بالظبط في كميه الخيط. طبعا في الاول هتلاقي الموضوع بالنسبه لك انت مش عارفه تقيسي المفروض هتسحبي شويه قد ايه او كده، لكن بعد كده الجزء ده بيبقى بالنسبه لك زي ميزان ان انت بتطلعي او بتشدي لكل غرزه الجزء اللي هي بتحتاجه. ده طبعا بيجي بعد كده بالتدريب والممارسه، بتلاقيها اوتوماتيكلي انت بتسحبي اللي يكفيكي بس. الصباعين اللي هما الصابع الوسطى والصابع الابهام دول بيبقوا ماسكين القطعه اللي انا شغاله فيها، وبتبقى ايدي بنفس المنظر ده كده. الصباعين دول قافلين على الخيط من تحت، والابهام والوسطى ماسكين الشغل اللي انا شغاله فيه، والسبابه الخيط لافف من فوقه كده، والابره طبعا في ايدي اليمين في الايد التانية وبشتغل. وبكده نكون خلصنا فيديو النهارده. وانا فضلت ان الفيديوهات تكون خفيفه كده ولطيفه، ما تكونش طويله او مليانه معلومات، عشان بس ما تزهقوش او تتوهوا مني. فعايزين نمشي سوا كده مع بعض واحده واحده. ان شاء الله تجهزوا الخيط والابره وتستنوا الفيديوهات اللي هتنزل تباعا باذن الله. واحب ابشركم واشجعكم ان احنا خلال شهر او شهر وشويه بالكتير هنكون وصلنا لمرحله كويسه جدا، وهنكون بالفعل حطينا رجلنا على اول طريق الكروشيه باذن الله. فباذن الله استنونا وتابعونا.